حاجات تمنيت ان اعرفهم قبل ما ابقى NLP لايف كوتش، لان هم كانوا هيوفروا عليا سنين تعب قبل ما ابدا في المجال. اول خطوه حددي تخصصك. هل عايزه تكوني كوتش في العلاقات، تنظيم الحياه وتحقيق الاهداف، التخطي والتشافي، او اخصائيه ADHD؟ شوفي ميولك اتجاه ايه واختاريه. خدي برنامج تدريبي معتمد دوليا زي منظمات ICF او ICI اللي بتقدم برامج كوتش مختلفة على حسب تخصصك وبتديكي شهادة معتمدة دوليا. مارسي الكوتشنج بشكل فعلي على الأرض، وده بتعمليه مع متدربين أو عملاء من خلال استشارات مجانية في الأول. بعد كده اسمك بيتعرف وبيجيلك عملاء تانيين. بس السؤال الأهم، هل محتاجة رخصة مزاولة مهنة ولا لا؟ ببساطة لا، لأنك مش دكتورة نفسية ولا بتوصفي أدوية. علشان كده ممكن تبدأي من دلوقتي الكارير بتاعك في الكوتشنج. فلايك وفولو لو عايزة تتعلمي كوتشنج أو حابة تطبقيه على حياتك. وبس خلاص.